قبل ما نبدأ، دي الحلقة الخامسة من مسلسل العاصفة، وتقدروا تشوفوا باقي الحلقات في وصف الفيديو. بتبدأ معنا الحلقة النهاردة في مشهد صادم جدا لما سو شافت مرات جوزها اللي طلع انه متجوز وعنده عيل كمان، وابنه بيكون عنده 9 سنين. ومرات جوزها اسمها هانا بتكون عارفة سو، وبنفهم من كلام سو وهانا ان حماتها بتكون عارفة كمان بموضوع ابنه، وان الطفل ده بيتعالج نفسيا لانه حضر موت ابوه لما كان في الكنيسة وكان بغني العيل. وبنفهم من الكلام ان هانا عملت تحليل الحمض النووي عشان ابنها وعلشان تثبت انه ابن جون، وكمان هترفع دعوة وتطالب بحقه في الميراث. وكمان اكتشفنا ان جدة جون هي اللي بتساعدهم كمان، وهيروحوا يعيشوا معاها. ففجأة بتطلب منها سو وبتقول لها خلي الامر ده سر طيب، وهتديه كمان اكتر من حقه. وبترفض هانا الموضوع ده. بتيجي لقطة على سان وهو بيشوف الطفل بيرسم رسمة لمشهد في السويد 2022، وبيكون رسم رسمات منها كتير. بعدها بنروح لسو بنكتشف ان رسمة الصليب او السلسلة بتاعت الصليب من تصميم هانا اللي هي ضرتها. وبعدها بتمشي سو هي وسان وبتروح لحماتها علشانها عارفة بموضوع جواز ابنها جون وما قالت لهاش. فحماتها بتقول لها ان كده انت كده هتتخطي وهتبقي اقوى. فسو بترد عليها وبتقول لها انت عارفة انها هتفضح السر وهتكشفنا كلنا، وكمان هتضر سو في موضوع الانتخابات والترشح بتاعها. فسو بتتعصب جدا من حماتها وتقريبا كده فشكلت معاها كمان. وكمان سو بتقلب عليها الترابيزة وبتقول لها ان صندوق المجوهرات اللي خدته منك بتاع المجوهرات انا بجمع فيه فضايحك واسرارك، ولو ما خلتيش هانا تسكت انا هفضحك. فبتنصدم حماتها جدا، وبعدين بتدخل لجدة وقعدت تمدح في ابن جون الصغير. بعدها سو بتتضايق جدا وبتتصل بصديقتها وبتقول لها اتبرعي بالتركة حالا. وصديقتها مش بتفهم حاجة وبتقول انها مكالمة مشفرة، والجدة بتضرب سو بالقلم لانها فكرت انها خلاص اتبرعت بالتركة والورث بتاعها. بعدها بيظهر سان وهو بيسوق وهم ماشيين على الطريق، فبتطلب منه سو انها عاوزة تروح مكان هادي. وبعدين وهم مع بعض بتطلب منه انها تتعلم اطلاق الرصاص والضرب بالنار. بعدها بيخلصوا بيروح على بيت سو، وبنشوف سان هو بيساعدها وبيعالجها من الوجع اللي حصل لها من ضرب النار ومسكة السلاح. بعدها بيظهر الراجل العجوز وهو بيدي محاضرة لطلاب عنده عن اللي بتعمله الولايات المتحدة وانها بتنشر نفوذها في المنطقة والجيش بتاعها كمان. وبعدها بنروح لسو اللي كانت ماشية في العربية ومعاها صاحبتها اللي بتكلمها عن موضوع التبرع، وانها ما فهمتش حاجة من المكالمة اللي كلمتها لها. بعدين سو بتقرأ خبر ان الرئيسة خلاص جاية من الصين والاجتماع بتاعها اللي كان هناك خلاص اتلغى. وبعدها بنروح للراجل الحكيم العجوز وهو خلص المحاضرة ومروح على بيته. وفجأة بيطلع عليه 2 وبيضربوه لانهم بيعتقدوا انه جاسوس وشغال مع كوريا الشمالية. وبعدها بيودوه على المستشفى، وبعدين بتيجي سو هي وسان ليه علشان تطمن عليه. فبيقول لها الراجل العجوز ان الرئيسة اتكلمت مع امريكا وانها لازم تستعد وتجهز الضربة الاولى لضرب كوريا الشمالية، وقال لها كمان ان هيبقى فيه 3 علامات عشان تبدأ الحرب دي، وان في علامتين ظهروا والحرب هتبدأ بعد 12 ساعة. وفجأة بيطلع 3 اشخاص جايين على العجوز علشان ياخدوه. فسان بيقول لسو يلا عشان نمشي، وبيكونوا لابسين بدل وشكلهم ناويين على حاجة. فسو بتمنعهم بيقربوا منها، وسان نزل فيهم ضرب وفضل يقاتل معاهم، بس في الاخر بياخدوا العجوز اللي راح معاهم. بعدها بنروح لبيت سو وكان صديقتها ميجي معاها اللي بتعرض لها الرسالة بتاعت جون جوزها السرية، وبنعرف كلمة المرور وبنفهم الرسالة ان في 3 من كوريا الشمالية راحوا لامريكا واتكلموا عن الحرب والغواصة النووية. وكان جون شك ان اللي كانوا مشيوا من كوريا الشمالية لامريكا ممكن يكونوا كذابين وبيعملوا اشاعة زي الحرب اللي اتعملت في العراق. وكمان جون كان عايز يقابلهم، لكن واحد من ال3 صوب على 2 اللي معاه وانتحر في الاخر وماتوا. وبيظهر انه عايز يتحقق من الكلام بنفسه، ولكن في اسم بيجذب انتباهه وهو بيدور في الملفات وتكرر كتير معاه واسمه يونغ. فبيبدأ يبحث عنه وبيلاقي جواز السفر من غير صورة وبيشك فيه. وبعدين بيطلع انه كان في كوريا الجنوبية من 10 سنين وما خرجش منها تاني، وكان جون عايز يبحث عنه علشان يحل امر الغواصة دي. وبعدها لما بيوصل للشخص ده بعدها بيومين اتقتل جون، وبيشكوا ان الشخص ده هو السبب. بعدها بنشوف الاخبار بنلاقي ان الغواصة الامريكية النووية بدأت تظهر، ومعناه كده ان الحرب بدأت او هتقوم قريب. وبعدها بنروح للكنيسة واللي كانت الرئيسة كوريا الجنوبية بتصلي فيها. وبعدها بتروح لمكان في الكنيسة وبتقابل سو. فسو بتستغرب جدا وبتقول ليه اخترت الحرب والحرب بقت قريبة جدا. وبعدين بنروح لسو اللي بتقابل السفير الصيني وتسأله ليه سمحت الصين بالحرب دي، وبيقول ان كل العالم مع الحرب ولازم ندعي انها تمر بسلام علشان ما تقومش حرب عالمية ثالثة، وانها لو وقفت ضد الحرب دي هتموت. وكان سان بيسمعهم طبعا. وبعدين بيجي ياخدها سان وبيروح بالعربية علشان يروحوا مؤتمر او مكان حوار مع الجماهير ليها، وكانت بتكلمهم عن الحرب وان امريكا هتهجم خلاص. فبتيجي رسالة لسان ان في تهديد على سو، وبيظهر الشخص اللي ضربه سان.
في المستشفى، وبتيجي اللقطة على الرئيسة وسو بتسألها في البث ليه هتستخبي تحت الأرض والشعب بين الحياة والموت. فبتيجي قوات مسلحة وسو بتحكي عن الحرب أكتر ومعلوماتها، وبيكون الشعب مصدوم جدا. فبيتكلم مساعد وزير الخارجية الأمريكي عبر زوم وبيقول إن مفيش إثبات على الغواصة النووية دي غير من الثلاثة اللي جم من كوريا الشمالية، وبيديلهم فيديو واحد من الثلاثة بيقول إنه ما شافش أي غواصة، هو سمعها بس يعني إشاعة. وبيكون رئيسهم هو اللي طلب منه ده علشان الحرب تبتدي وتقوم. وفجأة بينقطع النور وبيكون في قناص والقوات بتبدأ تهجم على سو، بس سان بيتدخل على طول وبيدخل بيهم في شحنة علشان يحميها. وهم بيهربوا سان بيشوف القناص وبيحمي سو كمان، والرصاصة مش بتيجي فيهم وبيختفوا من القناص. بيهربوا في المركب والقناص بيحاول تاني. بعدها بيظهر ان سو ضربت في ايدها واتصوبت من القناص. وبعدين في مكان سري بيظهر سان وهو بيساعد سو بيعالجها من الجرح، وبيكون هو متصوب كمان. بعدها بنشوف الرئيسة بتاعت كوريا الجنوبية وهي بتلقي خطاب وبتدعم كمان سو في موقفها اللي هي فيه وبتدعي لها. بعدها بنروح اجتماع كان في امريكا، وكان بيظهر مساعد وزير الخارجية الامريكي وهو بيقول ما فيش اي غواصات نووية. بنشوف وزير الخارجية بنفسه وهو متعصب وهو بيقول كنا لازم نضرب كوريا الشمالية دي من زمان، ما سبناهاش تحطنا في الموقف ده دلوقتي. وبعدها بنرجع لسان وهو مع سو وهما ماشيين في الغابة بعربيتهم ورايحين المخبأ. فسو بتسأل سان امتى هتبقى كويسة، فقال لها هم 4 أسابيع وهتكوني تمام. وبنشوف سان وهو بيعلم سو ضرب النار وازاي تمسك مسدس، وفعلا عرفت تضرب الهدف. وبعدين اتكلمت عن حملها قبل كده وانها كانت حامل وحابة الخلفة، وانبسطت لما شافت ابن جون وانه كمان بيحب الكورة، وحاطة نفسها مكان مراته اللي هي ضرتها اللي اسمها هانا. بعدها بنشوفهم هم قاعدين وسان بيقول انه زعلان علشان منقذ سو من الرصاص ومن القناص. وبعدها بتيجي لقطة وبيقربوا من بعض وبيبوسوا بعض. وفي نهاية الحلقة وهم حاضنين بعض الراديو بيبدأ يشتغل بأغنية، ودي كانت إشارة بداية الحرب. وبعدها انقلبت الدنيا وأمروا الناس انهم يروحوا الملاجئ علشان الحرب بدأت. وبس دي كانت نهاية الحلقة. تقدروا تشوفوا باقي الحلقات في وصف الفيديو في بلاي ليست أو قائمة. تنسوش اللايك والاشتراك. سلام.